في يوم عدّى عليَّ وأنا في فترة المراهقة عمري ما هانساه، كان نفسي أوي أخرج مع صحابي وماما مش راضية أبدًا، يمين، شمال، ما فيش، وأنا هاتجنن وأجرب، قُمت عملت إيه، زوّغت من المدرسة، حدث كبير جدًا وأكيد بقى هنبهدل الدنيا أنا وصحابي، في الآخر كل اللي عملناه إننا رُحنا كلنا ساندوتشات جبنة رومي من السوبر ماركت اللي جنب المدرسة، ده بالنسبة لنا كان قمة المغامرة. ساعتها أنا ما كنتش عاوزة أزوّغ عشان أتمرّد على المدرسة، أنا بس كنت بادوّر على مساحة حرية، وإني أوقات أكون باختار بنفسي. ابنك أو بنتك اللي في فترة المراهقة مش كبار أوي زي ما أنت فاكر، جسمهم بيكبر وصوتهم بيخشن، بيبعدوا عنك عشان يحسّوا بالاستقلالية، لكن مشاعرهم لسه سهلة التأثُّر، لسه جواهم قلب طفل محتاجك في حياته حتى لو هو أظهر العكس. محتاج يتسمع، يتفهم، يتحب ويتشاف. محتاجك تخرج من عباية جيلك أيًا كان هو إيه، وتقرّب شوية لجيله، تفهم التحديات اللي حواليه والمغريات الكتير اللي بيواجهوها في كل مكان. في حاجات لازم وضروري تفضل ممنوعة وليها قواعد، دي مسؤوليتك. لكن برضه في حاجات كتير ممكن نتنازل فيها شويتين. قصة شعر معينة نفسه يجربها، لون شعر مطرقع عاوزة تغيره، ترتيبة لأوضتها على مزاجها هي حتى لو مش عاجباكي، تفاصيل عاوزين يغيروا فيها عشان يحسوا بشخصيتهم. هو بيسيب ايدك شوية عشان يحس انه كبير بس هو في الحقيقة لسه محتاجك. المناطق المسؤولة عن الانضباط الذاتي وتنظيم العاطفة عنده لسه في السن ده ما اكتملش نموها، هي لسه بتكبر واحدة واحدة. احنا بس اللي بنتخيل انهم خلاص كبروا والمفروض يبقوا فاهمين وعارفين وقادرين يظبطوا تصرفاتهم ويمشوا على الصح. هم في الآخر لسه أطفال، لسه محتاجينك، بس محتاجينك بشكل مختلف، محتاجين شكل داعم بيحترم شخصيتهم وفكرهم، شايف كبرانهم وبيدعمه مش بيقزمه، وده اللي هيخليهم يقربوا منك ويسمعوا النصح والتوجيه اللي بتقدمه لهم. وانتوا بقى قولوا لي ايه الحاجة الغريبة اللي عملتوها انتوا نفسكم وانتوا مراهقين ولما بتفتكروها دلوقتي بتضحكوا عليها؟